لو قلت لصاحبتي اني بحبها عشان ما تزعلش بس اللي في قلبي مش كده، يبقى انا منافقه؟ لا، ده مش نفاق. النفاق فيه اذى. النفاق فيه ادعاء لشيء وابطاء شيء تاني بغرض الاذى. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. بس ده كذب. كذب. والمجاملة يا جماعة لازم تحتوي على الصدق. المجاملة لازم تحتوي على الصدق، لأن كان زمان مشايخنا يعلمونا كده. وأنا عارف إن بعض الناس قد يعترض على الكلام ده، بس لما كانوا بيعلمونا الصدق كانوا بيشددوا علينا جدا إن احنا نكون صادقين. فلما كان واحد يقابلني في الشارع يقول لي وحشتني قوي، وبعدين أقول له آه والله العظيم وأنت كمان، بسرعة كده. فكان سيدنا الشيخ يقول لي اسمه إيه؟ فأقول له مولانا والله مش فاكر. يقول لي هو وحشك؟ كان على بالك؟ قلت له لا يا مولانا، بس هو قال لي كده فلازم اقول له كده. يقول لي لا، لو قال لك انت وحشتني قول له متشكر جدا، كتر خيرك، ده بس من ذوقك وادبك. خليك صادق. ما تمرنش. لما قرينا بقى شويه في السيكولوجي واتعلمنا شويه في السيكولوجي، لقينا ان البني ادم لو مرن مكنه الخيال، مكنه التفكير في غير الحقيقه، وبدا يتكلم كلام غير الحقيقه، غالبا بعد شويه المكنه دي هتخليه يكذب في مواقف لازم يقول فيها الصدق. بعض الناس انا عارف ان ممكن ما يجيش على هواه الكلام ده، ولازم نجامل الناس، واللي يقول لي بحبك اقول له كمان بحبك، واللي يقول لي وحشتني وانت كمان وحشتني، ماشي. بس انا بقول لك يعني اللي اتعلمناه على ايد مشايخنا: لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وما يروحش دماغك لفكره يعني نحرج الناس، يعني بتروح بقى للبولاريتي بيسموها، ايه، التفكير اللي هو اقصى الشمال، نحرج الناس يعني ونبقى يعني كده ايه، واحد مدب كده فيهم. لا، بس ممكن تختار كلمة صادقة، والصدق بيصل للقلب. الصدق بيصل للقلب. وعمر ما حد هيقول عليك بتمثل ولا مدعي ولا حياتك فيك طول ما انت بتقول الصدق. فلا يا بنتي، انت مش منافقة ولا حاجة، بس الأولى الصدق.